ما عرفتش علاش كلشي مخلوع من فرنسا. واش دابا هاد الوجه وهذا وحتى هذا يخلعونا؟ وفي الصراحه كيخلعوا ولاد الحرام. فرنسا ضد المغرب، هاد الماتش اللي كلشي متحمس ليه وفي نفس الوقت كلشي خايف منه. تيقوني الا قلت لكم ان الفرنسيين مخلوعين اكثر منا. فرنسا من ديما كيعتبرونا بحال شي خويز، ولكن دابا جات الوقت ولينا كنشوفوهم بحال الفرomاج، ولاو ضاربين لينا 1000 حساب وخايفين على شرفهم اللي غنديو ليهم نهار الماتش. في هذا الفيديو غادي تشوفوا الحقيقه ديال منتخب فرنسا وكيفاش كيلعبوا هاد فرنسا اللي صدعونا بهم، وغنشوفوا شنو غيدير وهبي باش يتصدى لثلاثي الرعب. الا بغيتي توجد الماتش وتفرج فيه مزيان وتفهم الحرب التكتيكيه، كمل هاد الفيديو وما تسقل حتى شي حاجه، وكنوعدك انك في الاخير غادي تخرج فاهم كلشي. ما تنساش تهبط لتحت، خبط معاك ديك سبسكرايب وزير الصمته. وبلا ما نطول عليكم نبداو على بركه الله. الا جينا نشوفوا الدوسي ديال المغرب مع فرنسا كرويا غنلقاوه موسخ شويه. الا جينا نحسبوا غير الماتشات الرسميه والمعتمده من عند الفيفا غادي نلقاو بلي لعبنا ضدهم 6 المرات، وفرنسا ربحوا في 4، المغرب ربح غير في وحده وبينالتيات وماتش واحد تعادل. اول مره لعبوا ضدهم كانت في 1988 بالضبط في واحد الطورنوا وديه واللي فرنسا ربحونا فيها ب2-1. من بعد هذا الماتش دازت 10 سنين وبالضبط قبل سيمانات من المونديال ديال 98 لعبنا معاهم في واحد البطوله سميتها كاس الحسن الثاني في كازا. الاسود داروا ماتش للتاريخ وفرنسا جابوا التعادل غير بالزز، وفي الاخير ضربناهم في بينالتيات، وكان هذا هو الماتش الوحيد اللي ربحنا فيه فرنسا في سنه 2000. وهذا هو العام بالضبط فين تزدت دخلت عليهم بالنحس، وفي ذاك الماتش فرنسا ربحات ب5-1. ولكن غير باش تعرفوا ديك الوقت راه فرنسا كان عندهم ذاك الجيل الذهبي اللي كان فيه زيدان، يلا ربحوا كاس العالم وداو ابطال اوروبا، يعني راه حاجه عاديه تضربك فرنسا ديك الوقت. في 2007 تلعب واحد الماتش ودي في باريس، وشكون اللي ما يعقلش على ذاك البيت العالمي ديال طارق السكتيوي اللي زمط به الفرنسيين وسال الماتش 2-2. ولكن اكثر ماتش هربان بين المغرب وفرنسا كان في 2022 واللي راكم كاملين حضرتوا ليه. كانت هذه هي اول مواجهه رسميه في بطوله كبيره بحال كاس العالم بين المغرب وفرنسا. الاسود ديك الوقت كتبوا التاريخ كاول منتخب عربي افريقي غادي يوصل للدومي فينال من كاس العالم، وتلاقينا معاهم في نصف النهايه. وواخا الغيابات كنا دايرين الاستحواذ ولاعبين مزيان، ولكن فرنسا استغلوا 2 فرص وماركاو منهم. ما تفكرونيش في ذاك الماتش الدراري. كانوا شي ماتشات اخرين بين هاد 2 منتخبات واللي تلعبوا في العاب البحر الابيض المتوسط، ولكن هاد البطوله ما كانتش معترفه بها الفيفا، واصلا فرنسا كانوا لاعبين غير بالعسكر ديالهم. المهم هاد الماتشات كانوا في 75 وفي 87. شوف نساو على هاد الشيء كامل وماشي مهم، حيت الماتش ديال الصح هو اللي غادي يكون دابا في ربع نهائي كاس العالم 2026. المنتخب المغربي يصنع التاريخ مره اخرى وطلع للمره الثانيه على التوالي ربع النهائي كاول منتخب عربي افريقي يدير هذا الانجاز. هاد المره الكره حطاتنا ضد فرنسا بكري وماشي في النصف كما في قطر، ودابا في هاد ربع النهائي عندنا 2 ديال الخيارات، يا اما غنربحوا ويا اما غنتاهلوا، شي حاجه اخرى ما كاينه. تاريخيا فرنسا ربحوا كاس العالم 2 ديال المرات في 1998 وفي 2018 في روسيا، والنجم ديالهم كيليان امبابي هو الهداف التاريخي ديالهم. وكيليان هو نيت اللي ماركا اكبر عدد ديال البيوت لفرنسا في المونديال، وهو الثاني عالميا من بعد ميسي ب 19 بيت، وغير في هذه النسخه ماركا 7 البيوت، رقم مرعب أليس كذلك؟ قبل ما ندوزو للفقره اللي كتعجبكم واللي هو التحليل السريع للخصم، خليني نوريكم بالخف المسيره ديال فرنسا في هذا المونديال. ما بغيتش نخلعكم، ولكن فرنسا باقي ما خسروا حتى شي ماتش وربحوهم كاملين، واللي كيخلع اكثر هو انهم تصدروا مجموعه بالنقاط الكامله، وما كاينش شي منتخب لعبوا معاه وما عطاوش قل من 3 الاهداف. من غير الباراغواي عطاو للسنغال 3-1 وضربوا العراق ب3-0، والنرويج بهالاند ديالها عطاوهم 4-1. في الدور 32 لعبوا ضد السويد وعطاوهم داكشي اللي عطا ميسي للجزائر ضربهم ب3-0 نقيه. هادشي كيعني حاجه وحده، ان فرنسا عندهم ماكينات هجوميه واللي غندويو عليهم في هذا الفيديو. الماتش اللي ما كانوش ضاربين ليه الحساب هو لقاو الباراغواي في ثمن النهائي، وكانوا كيتسناو المانيا اللي قصاتهم الباراغواي في الدور 32. ماتش اللي كانت فيه العصا ديال بصح، حرب بدنيه داروا اللعابه الباراغواي، ولكن الفرنسيين تا هما دخلوا معاهم في هذا الاندفاع، والبيت الوحيد اللي ماركا مبابي جا من بينالتي اللي صيدها دوي، يعني باراغواي سدات عليهم. ودابا يا ساده غادي يلعبوا الماتش الربع ضد اسود الاطلس، وتا حنا جينا من ماتش بدني قوي ضد كندا. فرنسا عندهم فائض في اللعابه الواعرين، ولحد الساعه عندهم واحد 4 اللي هما الطوب، الكابيتانو والديكتاتور كيليان مبابي. النسخه ديالو في كاس العالم ديما كيكون مرعب وكيكون فعال بشكل كبير. ما نساوش حتى عثمان ديمبيلي اللي هو مول البالون دور، وحتى مايكل اوليسي اللي تفرقع مؤخرا ولا من بين افضل 5 اللعابه في العالم حاليا. لعب واحد اخر اللي داير مونديال زوين مع فرنسا واللي هو صخره الدفاع ويليام صاليبا.
دابا غادي ندوزكم للتحليل ونشوفوا شنو هو الاسلوب باش كيلعبوا الدويوك الفرنسيه، ونشوفوا نقاط القوه ونقاط ضعفهم، وبطبيعه الحال غادي نعطيو الحل باش غنقدروا نضربوهم، وفي الاخير نعطيكم التوقع ديالي للماتش. اول حاجه خص تعرفوها هو ان المدرب ديشامب كيلعب ب 4-2-3-1، يعني تقريبا نفس التشكيله باش كيلعب المنتخب المغربي. ماينان في حراسه المرمى، في قلوب الدفاع كيلعب اوباميكانو وصاليبا، في الاظهره كاين كوندي وتيو هرنانديز او لاديني، والارتكاز كيلعب بجوج اللي هما رابيو وكوني، ومره كيدخل تشواميني بلاصه شي واحد فيهم. المهم هاد ثلاثه كيبدل بهم على حسب كل ماتش. في صناعه اللعب كيلعبوا باوليسي، واللي الماتش الاول كنجرب فيه ديمبيلي ولكن ما عطاش مزيان. دابا اوسمان كيلعب جناح ايمن، والجناح اليسار مره كيدخل باركولا ومره دوي، وكيليان مبابي كيلعب سترايكر. واخا كيدخلوا بخطه 4-2-3-1 ولكن بعض المرات كتبدل كتولي 4-3-3. كيديروا واحد الاستراتيجيه خطيره ملي كيبغيو يبنيو اللعب من اللور. واحد من الاظهره ديالهم كيرجع مع قلوب الدفاع، هادشي اللي كيسمح للظهير الايسر باش انه يلعب كجناح هجومي، وهاد الاستراتيجي سميتها الهيكل اولا شيب 3+2. غادي نلاحظوا ان كوندي كيبادر بزاف، وكنشوفوه ديما كيشكل مثلثات في القدام في الجهه ديالو، حيت بالو مني وعارف بلي كاين تماك تشواميني، وهاد النقطه خصنا نستغلوها. فرنسا عندهم لا مركزيه في الهجوم، كيعتمدوا على المهارات الفرديه ديال هاد الرباعي الخطير في القدام. كيليان ما كيلعبش كمهاجم صريح كلاسيكي، ولكن كيبقى يطيح للجناح في اليسار وكيدخل للعمق، كيحاول يستغل ديك المساحه اللي كتكون بين الظهير الايمن وبين قلب الدفاع، مثلا المساحه اللي بين حكيمي وعيسى ديوب، وملي كيشدها تما كيجري باقصى سرعه عليه باش يوصل للشبكه. كاع المحللين متفقين ان اوليسي هو مهندسهم في الهجوم، عطاو الحريه باش يلعب كصانع العاب ويربط الخطوط، وكيتحرك للعمق باش يخلي المساحات في الاطراف لديمبيلي وباركولا ودوي. فرنسا كيدير واحد البلان وهو كيتجمعوا بخمسه ديال اللعابه في جهه وحده، وبالخصوص في الجهه اليسريه كيبقاو يلعبوا دوك الباصات صغار بالزربه باش الخصم يجي يجلسي عندهم، وفي لحظه كيسويتشيو الكره للجهه الاخرى الاخوات، واللي غالبا كيكون فيها شي لاعب معزول. بالنسبه للحاله الدفاعيه فرنسا كيلعبوا بواقعيه، المدرب ديشام ما كيقلبش يدير داك الاستحواذ المطلق على كره. فرنسا في اغلب الاحيان كيديروا بلوك متوسط باش يحميو العمق، ما تسناش منهم يديروا عليك الضغط الخانق، ولكن كيتسناوك غير دير شي باس غلط، وهذا هو المحفز او الاشاره اللي كتخلي اللعابه يديروا بريسينغ دقه واحده ويخطفوا لك الكره ويمشيو في شي مرتده سريعه. بالنسبه لخط الوسط ديالهم كيلعبوا بدوبل بيفوت، مره كيلعب تشواميني ورابيو او لاكوني، وخدمتهم هو كيديروا حيط قدام قلوب الدفاع وكيغطيو ظهر الاظهره اللي طلعوا. الحاجه اللي كتعاود بزاف هو ملي الاظهره بجوجهم كيطلعوا لقدام، تشواميني كيبقى يطيح في الريست ديفانس، كيبقى ديما قريب وقدام قلوب الدفاع باش في حال فقدوا كره يكونوا بثلاثه هم تما بين ما يرجعوا الاظهره وخط الوسط. كنتمنى تكونوا فهمتوا الاسلوب باش كيلعبوا في الحاله الهجوميه والحاله الدفاعيه، ودابا غادي ندوزو نشوفوا نقاط القوه والضعف ديالهم. القوه ديال المنتخب فرنسا كتجلى في دكه البدلاء، ممكن نقولوا انهم عندهم فرقه اخرى جالسين كيتسناو غير امتى يلعبوا. حاجه اخرى هما انهم كيمتازوا بالحلول الفرديه، كيليان مبابي وديمبيلي واوليسي يمكن يسجلوا عليك في اي ثانيه غير من شي مجهود مهاري فردي او لا شي مرتده سريعه. اما بالنسبه لنقاط الضعف اغلب المحللين كيقولوا انهم عندهم مشكل في الكرات العرضيه والكرات الثابته، واخا عندهم لعابه طوال وكيضربوا بالراس عندهم مشكل في التمركز ملي كتكون ملعوبه ضدهم شي كره ثابته. حاجه واحده اخرى هو انهم كيتعصبوا دغيا لا استفزيتيهم في التيران، خصوصا مبابي واوليسي. هاد النوع من اللعابه اللي عندهم الايجو طالع وحاسين براسهم ساهل انك تخرجهم من الماتش وتفقدهم التركيز الا لعبتي معاهم قاصح، وهذا الشيء هو اللي شفنا في الماتش ديالهم ضد الباراغواي. من بعد التدخلات العنيفه والاسلوب الدفاعي المستفز اللي داروا لهم اللعابه ديال الباراغواي خلاهم ياخذوا 3 ديال البطاقات صفراء. حاجه اخرى هو انه منتخب فرنسا كيلقاو مشكل كبير مع منتخب اللي كيلعب بتكتل دفاعي على حقه وطريقه، كيبقاو يلجؤوا بزاف المهارات الفرديه وكيشيروها من بعيد. دابا غادي نشوفوا اشنو خص السيوابي يدير باش يتصدى لهاد فرنسا اللي برصدونا بها. باش نجيكم من الاخر باختصار، داكشي داروه الباراغواي هو اللي غادي نديروه، غير حنا واعرين على الباراغواي في الخط الهجومي. دابا الفرنسيين عندهم لعابه اللي سرع ومهاريين، ولا شدوك في شي مرتده ما كاينش يمار حاميني، يعني الحل هو نديرو بلوك متوسط ونلعبوا بتكتل دفاعي ونحميو العمق. هذا الميد بلوك غادي يخلينا نبعدوا الخطوره على الشبكه ديالنا، وفي نفس الوقت غادي نغطيو المساحات اللي كيقلب عليها مبابي وديمبيلي، وغادي نركز لكم على العمق. العمق هي اخطر حاجه تخليها لفرنسا. الدراري ديال الوسط الله يرحم لكم الوالدين قطعوا الماء وضوا على اوليسي، حيت مؤخرا شفنا ان اوليسي كيلعبوه كصانع العاب. ديشامب كيعتمد على اوليسي كصانع العاب. كنشوف انه الا ما كانش بوعدي في نهارو غير يدخل سفيان مرابط من الاحسن. كنشوف ان مرابط غيقد على هذه الخدمه وغيبقى يقطع خطوط التمرير، غير هو يتفادى انه يدير اخطاء كارثيه. الا بغينا نربحوا هذا الماتش كنشوف اننا ما خصناش نغامروا كما درنا مع هولندا. داك الاستحواذ في منطقه الخصم خصوصا مع فرنسا بحال كتريسكي، بغلط واحد بسيط غادي تلقى مبابي مربع يديه في كورنر. انا كنفضل نلعبوا بالميطه الثانيه اللي درناها ضد كندا، داكشي بغاو يديروا لينا نديروا ليهم.
نعطيوهم يلعبوا استحواذ سلبي، نديروا بلوك متوسط ونسدوا العمق والبق ما يزهق. ضروري من حكيمي يسد على مبابي لا كيطيح الجهه اليسريه، ومزراوي يسد على ديمبيلي، وبوعدي بقى يدوز عند حكيمي حيت غالبا غيديروا لنا الاوفرلود في ديك الجهه. وحاجه باينه ابراهيم دياز خصو يرجع يعاون. فرنسا غادي نضربوهم بسلاحهم نيت اللي هما المرتدات، وحنا عندنا ابراهيم اللي كيدخل العمق وكيعرف كيفاش يسوق الكونتراتاك. حكيمي عنده السرعه باش كيقدر يدوبلي من اليمين، والرحيمي راه كيجر مع واحد من قلوب الدفاع، وناحيه كيتوخر شويه شي وحده شايطه غادي تعطيها كما دار في ماتش ديال كندا. الا طبقنا هذا الشيء كما هو بلا اخطاء كونوا على يقين اننا غادي نضربوهم اولا غنجروهم من البينالتيات. شوف اهم حاجه كنركز عليها هو داك اوليسي ما يخليوهش يلعب على خطر، ما يخليوهش يصنع اللعب لمبابي، حيت كيليان بلمسه وحده غيشدها غيحطها لك في الشبك. العناوي بوعدي وناحي فيقوا معنا الدراري الله يرحم لكم الوالدين، هذا الماتش راه ديالكم. الا كنتو نتوما في نهاركم مزيانين الماتش ديالنا. في الاخير كما كنقول ديما حنا تايقين في السوابي، كيعرف كيفاش يسير الماتشات، وهذا هو اللي عنده شخصيه المدرب، هو اللي كيفرض الريتم على الخصوم. المهم حنا درنا التحليل ديالنا، قلنا داك الشيء اللي كاين، والماتش راه ممكن يتبدل، ممكن نشوفوا مفاجات، وممكن حتى انا نكون غلط في شي لعيبات، والغلط راه وارد، راه كنبقاو غا بشر الدراري. ولكن شوف من الاخر فرنسا والله ما تخلعكم بهاد ليكيب اللي عندنا، غادي نضربوهم ان شاء الله. حاجه وحده مناش نخافوا هو الاصابات، الله يحضر السلام. اللعاب اللي مؤكد ما غاديش يكون هو السيباري ولا يعوضوا الرحيمي. وبالنسبه لشادي رياض ما عرفتش واش غادي يكون حاضر ولا لا، كنظن انه غادي يلعب من بعد ما غاب في الماتش ديال كندا، بما ان المدرب جلسوا في الماتش ديال كندا دونك راه مخلي لهذا الماتش. وهذه هي التشكيله اللي كنشوف غادي يدخلوا بها، غير بلاصه الحال يكون رياض. واحد الحاجه بغيت نشير ليها وهي رساله للعابه، ديك الظرافه الله يرحم لكم الوالدين خليوها برا وما تدخلوهاش معكم التيران. هذا الماتش خصو يتربح باش ما كان، بالكره بالمطايفه بالعصاب اي حاجه. فرنسا راه بينوا في الماتش ديال باراغواي باللي حتى هما مستعدين باش انهم يربحوا باي طريقه. ومبابي قالها بفمو، يعني هذا انذار لكاع اللعابه خصوصا اشرف حكيمي، ونتمناو اشرف يطبق داك الشيء اللي كان قال في داك الانترفيو. الا مبابي جا قدامك في شي جمه قراطيه وحنا راضيين عليه. التوقع ديالي لهذا الماتش 2-1 المغرب. شوف ثقوا فيا، هاد فرنسا غادي ناكلوهم باذن الله، سواء باللعب بالكره بالعصا باش ما بغاو غيديو ما يعاودوا. ما تنساوش تكتبوا لي في التعليق التوقعات ديالكم. كنتمنى انني نكون بسطت لكم وقربتكم المنتخب فرنسا وعطيتكم واحد النظره على الماتش كيفاش غادي يكون. شكرا لكم بزاف على الكلام الزوين اللي كتكتبوا لي في التعليق، والله الا داكشي اللي كيفرحني وكيخليني انني نشعل الكاميرا ونسكريبتي ونقلب ونبحث ونحلل وندير لكم في الاخير فيديو. شوف من هذا الشيء كامل حاجه واحده اللي بغيت منكم، هبطوا لتحت وديروا سبسكرايب وحلنا في هاد 80k ولكن ان شاء الله غادي يكون خير. الهدف ديالي هو جمعنا ناس زوينين نقيين كيكتبوا لي تعليق زوينه، ما كاينش تخسر الهضره، وهذا هو الفضل. نتمنى التوفيق للمنتخب المغربي وخليت لكم الراحه ولنا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.